فرصة سعيدة ومبادرة جميلة أن يلتقي صحفيين وإعلاميين من مختلف أقطار المغرب الكبير، حتى وإن كان الحضور لا يمثل حقيقة الصحافة المغاربية، لأن هناك أسماء ثقيلة أسماء كبيرة غائبة لم توجه لها الدعوة، لأن على كل حال هذه فرصة أولى حتى نفكر في إنشاء تنظيم صحفي مغاربي اللي يسمح لكل صحفي مغاربي أنه يدخلوا في بوتقة واحدة وهدفها الدفاع على حرية الصحافة، الدفاع على حرية التعبير، لأن حرية الصحافة وحرية التعبير هي في خدمة الشعوب، لأنه ما هو دور الصحافة؟ دور الصحافة هو خدمة الرأي العام، تنوير الرأي العام. كيف لك أن تنور الرأي العام وأنت مقموع وأنت تمارس الرقابة الذاتية التي تعتبر انتحار، أنك تقتل الفكرة قبل أن تلد؟ كيف لك أن تخدم الرأي العام وتقوم بدورك كصحفي وكصحفية وأنت منبطح للنظام، تؤجر قلمك؟ هذا يعتبر خيانة للمهنة ولأخلاقية المهنة، وبالتالي لابد أن يعي الصحفي المغاربي أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا تساوى، لا تباع ولا تشترى، وأنه إذا أراد أن يمارس هذه المهنة فهذه ليست مهنة من لا مهنة له، هذه المهنة مهنة المتاعب، هذه المهنة اللي تتطلب تضحيات، وبالتالي اللي مش قادر يمارس التضحيات هذه ما يمارسهاش. اللهم إذا أراد أن يكون موظف وليس صحفي في مؤسسة إعلامية حكومية، وهذا يعتبر موظف على كل حال. إذا نتمنى أنه تكون هذه فرصة أولى للتفكير، لأنه مش نبداو ننظروا من الآن، نبداو نفكروا على الأقل التفكير في إنشاء منظمة مغاربية صحفية اللي تكون هدفها حماية الصحفي المغاربي، حتى لا نبقى نلجأ إلى المنظمات الدولية الغربية للدفاع عنا كلما ظلمنا وقمعنا من طرف أنظمتنا، لأن هذه الأنظمة مهما كانت اختلافاتها تجمع ولها قاسم مشترك هو قمع الصحافة وقمع حرية التعبير. شكرا.